قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسمياً بتقديم طعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب أمور غريبة حدثت خلال مباراة الأرجنتين. شاهدوا التفاصيل في هذا الفيديو، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية كشفت بأن رئيس اتحاد الكرة وليد صادي طلب الحصول على تفسير رسمي عن السبب الذي دفع حكم المباراة البولندي سيمون مارشينياك لعدم اللجوء لتقنية الفيديو الفار رغم التدخل الخطير الذي قام به ليونيل ميسي ضد عيسى ماندي، حيث ورغم تواجده قرب اللقطة إلا أنه اكتفى بالإعلان عن مخالفة لمنتخب الجزائر دون تقديم ولو إنذار لميسي، كما أن زملائه في غرفة الفيديو رفضوا أيضاً دعوته لمراجعة اللقطة. شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم تكن مقتصرة على لقطة ميسي الذي سجل بعدها هدفين آخرين حسم بهما المباراة لمنتخبه، بل ضمت أيضاً إشارة لاعتداء تعرض له إبراهيم مازا بضربة مرفق من أليكسيس ماك أليستر دون أن يتعرض متوسط ميدان ليفربول لأي عقوبة. ويرى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن قرارات الحكم غيرت مجريات المباراة بشكل كبير، لأن الخضر كانوا قادرين على العودة إلى الواجهة لو أكمل المنافس اللقاء منقوصاً عددياً لأكثر من شوط كامل. ورغم استبعاد فكرة إعادة المباراة، إلا أن الجزائر تريد رد الاعتبار لها من خلال معاقبة الحكم وإيقافه عن مواصلة التحكيم في المونديال. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا التعليق عليه والاشتراك في القناة ليصلكم كل حصري وجديد.